عيد أضحى مبارك، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الفتة المصرية، طبعا من أشهر الفتات وتقريبا من أجملها كمان، وكل واحد بيعمل الفتة بطريقته وهتشوف طريقتي، وإن شاء الله أتمنى إن هي تعجبكم. هي مختلفة شوية وقديمة شوية، بس الطعم بصراحة حكاية. يعني من الفتات اللي هتلاقي طعمها حلو قوي، العيش معاكي مش طري، العيش ماسك نفسه كده. هنخش على الطريقة على طول عشان ما اطولش الفيديو معاكم. هنقول بسم الله. انا عندي هنا مش هحط اكتر من الملح والفلفل ونص معلقه السكر، مش عايزه اكتر في التوابل. حبهان، ورق لورا، بصلتين. دي فتات امهاتنا بتاعت زمان بقى، ما كانوش بيحطوا فيها ولا طماطم ولا مستكه ولا الحاجات دي كلها. اللحمه بقى لازم تكون فيها نسبه من الدهون عشان تديكي شوربه حلوه. دي العروق او اللي هي العضلات، انا بحبها، ما اعرفش حد تاني بيحبها ولا لا، بس انا بحبها جدا، لازم اعملها. حطيت الميه على النار، اول ما ابتدت تغلي نزلت فيها باللحمه. هنزل باللحمه بس، مش هنزل بالتوابل بتاعتي خالص. هسيبها تغلي غلوتين. انا اللحمه كنت غسلاها وحطاها في المصفى، هسيبها تغلي حوالي 10 دقايق عشان لو في ريم ولا حاجه يطلع، بس اللحمه عشان انا كنت غسلاها كويس زي ما انتم شايفين كده، الشوربه بتاعتها زي الفل ما فيهاش ريم. من وقت للتاني برضو هتكشفي عليها، لو لقيتي ريم تشيليه لانه بيوسخ اللحمه وبيزفرها، بتلاقي الشوربه ما بيبقاش لونها حلو. نزلت بقى بنص معلقه سكر وبشويه الفلفل الاسمر والملح بتوعي، انا بحط الملح من الاول بصراحه. غليت غلوتين معايا ووطيت عليها النار او هديت عليها النار، هبتدي اعمل الصلصه. بنزل بمعلقه سمنه كده زي ما انتم شايفين، ونزلت عليها بالثوم. اول ما الثوم بتاعي يوصل لاول درجات الذهبي بنزل بنص معلقه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر او التوابل كلها عموما لما بتنزلي بيها في السمنه او في الزيت بتطلع ريحتها حلوه قوي. الثوم بتاعي بقى لونه ذهبي كده، طبعا ما يتحرقش معاكي. حطيت معلقه خل. بعد كده نزلت بالصلصه بتاعتي او عصير الطماطم بتاعي. بنزل بنص معلقه السكر. معلقه السكر دي او نص معلقه السكر دي مهمه جدا عشان الصلصه ما تعملش حماوه معاكي. حطيت الملح والفلفل الاسمر، انا ما بحطش شطه خالص. هديت عليها النار بقى لغايه ما اتسبكت يعني ايه؟ يعني السمنه فصلت عن الصلصه، بقت عن وش. ركنت الصلصه. قطعت العيش زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره، كل ما العيش بيبقى صغير بتاع الفته كل ما بتبقى احلى. احط عليه بقى معلقتين سمنه مش زيت، هي السمنه بس كانت سايحه من الحر. بس دي سمنه، انا بصراحه مش مستعمله زيت خالص في الفته. رفعتها على النار بقى. الشوربه زي ما انتم شايفين كده، الشوربه رايقه ونضيفه زي الفل. مهديه النار طبعا عليها، ولو احتاجت ميه بحط لها ميه بس تكون مغليه. العيش بتاعي اتحمر، ركنته. حطيت بقى معلقتين سمنه في حله، نزلت بكيس شعريه. انا هعمل كيلو رز، نزلت عليه بكيس شعريه. الشعريه اول ما توصل للون الذهبي الفاتح نزلت عليها برضو بنص معلقه فلفل اسمر. هكمل تحمير الشعريه والفلفل الاسمر معاكي بقى. طبعا ريحه الشقه قلبت خالص من ريحه الفلفل الاسمر مع السمنه. يعني انا ابني دخل قال لي انت لسه ما عملتيش الاكل والشقه ريحتها اتقلبت من الفته. نزلت بعد كده بالرز بتاعي. انا عايزه الشعريه تبقى لونها مش الذهبي، اغمق من الذهبي شويه عشان لما تنزلي بالميه الشعريه ما تفتحش معاكي. هفضل اشوح في الرز. اشوح يعني ايه؟ يعني تلاقي الرزايه لمعت معاكي كده من السمنه. الرز ما بقاش فيه ميه خالص. ما بفضل اشوح في الرز لغايه ما الميه اللي فيه تنشف خالص والرز كله يشرب من السمنه. وبعد كده هنزل عليه بالميه. ميه بقى سخنه، ميه دافيه عادي. واحط عليه كمان كبشتين شوربه. اللي في الشوربه ده العيش وانا بحمره كان نكر مني لقمه في الشوربه، ففي فتفت نزلت فيها. انما الشوربه انا عايزه اوريها لكم، الشوربه نضيفه وزي الفل. الرز طبعا انا معليه عليه النار يغلي غلوتين وبهدي عليه النار. الشوربه او الميه بتبقى اعلى من الرز بحوالي عقله صباع كده، يعني حوالي سنتي، مش اكتر من كده عشان الرز ما يعجنش معاكي. حطيت الملح بتاعي بقى واقلبه تقلبتين كده، اول ما يغلي بهدي عليه النار. كده الرز بتاعي استوى زي ما انتم شايفين، الرز طالع مفلفل وبيلمع من السمنه اللي كانت عليه، يعني عشان انا شوحته كويس. هعمل بقى الخل والثوم. حطيت معلقه سمنه وحطيت عليها كام فص ثوم متخرطين، اللي بيحب يدق الثوم طبعا يدقه، بس انا بحبه متخرط كده. هنزل حبه فلفل اسمر صغيرين. واول ما الثوم يوصل للون الذهبي هنزل عليه بمعلقتين خل. بسم الله. نحط حبه ملح صغيرين.
رجعت بقى العيش على النار تاني عشان يسخن معايا. هنزل عليه بمعلقتين خل كده يسخن معايا. هقلب بقى العيش كله عشان ياخد من الخل. بعد كده هنزل عليه بمعلقه صلصه وهقلبها كده زي ما انتم شايفين. انا حطيت كبشه ونص بس شوربه. العيش بتاعي مش محتاج شوربه كتير لان انا حط عليه الخل وحط عليه الصلصه، وكمان عشان انا مش عايزه العيش بتاعي يكون طري ومعجن قوي، العيش يبقى فيه سنه قرمشه كده. هقلبه بقى. ده شكله زي ما انتم شايفين. بعد كده نزلت عليه بشويه رز. الرز مع العيش كده بيخلي طعم العيش حلو. كنا الاول لما بيبقى الرز على الوش بس كنا بناكل الرز وبنسيب العيش تحت. دلوقتي العيش بتاعي معاه صلصه ومعاه الخل والثوم ومعاه الرز، فالعيش بيبقى طعمه احلى من الرز لوحده كمان. هقلبه كده زي ما انتم شايفين. هسيبه دقيقه واحده بس عشان كله يتشرب من بعضه، واحطه بعد كده في طبق التقديم. ده شكله زي ما انتم شايفين كده. هحطه بقى في طبق التقديم. بسم الله. هحط برضو على الوش شويه صلصه. وبعد كده هحط الرز على الفتة بتاعتي من فوق. الرز مفلفل كده زي ما انتم شايفينه. وهحط بقى الصلصة بتاعتي. طبعا الصلصة دي بتحطيها حسب ما بتحبي. وطبعا في عندي جزء ما بيحبش الفتة فهحط له رز بس. زي ما انتم شايفين الرز كده مفلفل مش ماسك في بعضه. وهحط عليه برضو شوية صلصة. وهحط حبة خل بتوم كده على وش الرز. بسم الله. وطبعا الخيار اللي انا مخللاه. هي الفتة دايما كده بيبقى جنبها خيار مخلل، او احنا بنحب عموما جنب الفتة خيار مخلل. وفي بقى اللحمة خلينا جزء مسلوق وجزء حمرناه، كل واحد بياكل اللي بيحبه طبعا. بتمنى ان شاء الله ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وبألف هنا.